ايه رأيك في فيست العمل اللي ب25,000 دولار؟ الكلام ده بجد؟ طب نسمع القصة دي ونركز في الكلام قوي وهنعرف الكلام ده بجد ولا لا. السنة اللي فاتت كان في عيل من ولاية تكساس بدون ذكر اسماء، كان عامل كام فيديو كده عن فيست العمل ام 25,000 دولار، وجه في اخر فيديو قال لك ان في واحد من اللي هم خدوا الفيزا ام 25,000 دولار فيست العمل هيطلع معاه على اللايف. طبعا فتح اللايف ورحت طالع معاهم جيست، ورحت سائل اللي هو جايب فيست العمل ده، انت فيست العمل بتاعتك قد ايه؟ قال لي سنه ب 25,000 دولار. ده 25,000 دولار الفيزا، ده غير بقى الاجراءات وما اعرفش ايه. يعني خشوا مثلا في ايه، في بتاع 30 35,000 دولار، ماشي؟ وسنه ال 35,000 دولار اصلا مش عارف يحوشهم في سنه، مش عارف اصلا يحوشهم في 3 سنين، ماشي؟ دي حاجه يعني، الا بقى لو هو شغال شغلانه، يعني شغلانه بجد. فبساله انت شغال فين؟ او فيزة العمل دي فين؟ يعني ايه الشركه اللي انت جيت عليها؟ قال لي ماكدونالدز. قلت له احمس على ورحت شاتم هم الجوز ورحت نازل من على اللايف، ورحت عامل ساعتها كان فيديو حذرت من الكلام ده. الكلام ده كان السنه اللي فاتت، واللي متابعني عارف الكلام ده قوي يعني. انا شفت علي برضك اتكلم عن القصه دي امبارح. فبالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم، هنا بقى رساله لبتوع السوشيال ميديا اللي في امريكا. في كام واحد كده في امريكا بيتكلموا عن الموضوع ده. نبطل نصب على الناس، نبطل نصب على الناس. حرام عليكم، الناس فيها اللي مكفيها. حرام عليك لما تكون السبب ان واحد يكون عنده مثلا بيت ملك ولا حاجه يروح يبيعه عشان يتنصب عليه. اه، فنتقي ربنا. اه، فيكم بيقعد يقول ده الشركه. لا يا حبيبي، ما هو انت بتاخد فلوس على الفيديوهات اللي انت بتعملها دي، انك تطلع تتكلم عن الشركه دي. فنتقي ربنا. لو انت مش عارف تسكت. موجوده فيزة العمل، لكن مش لاي حد، مش لاي حد. فيزة العمل موجوده. ها ها، دي امريكا يا حبيبي، دي مش الخليج. خلص الكلام، ونبطل نتكلم في الموضوع ده كتير، عشان في ناس انا كنت بعزها هقلب عليها من الاخر كده. يلا، السلام عليكم. اهدي يا عم يوسف.